ايه اللي ممكن يخليك تدفع $100 عشان تعمل CV لما انت ممكن تتفرج على الفيديو ده؟ تعال نبص على السي في ولكن من وجهة نظر الاتش ار. اولا كده احنا لازم نبقى متأكدين انه في معايير خاصة بالسن والسكن وكونتنتس كافية ولا لا. لو ده مش موجود ممكن تروح تعدله في السي في وبعد كده تيجي عشان نقدر نكمل السي في مع بعض. تاني بوينت وهي الاوبجكتيف. الاوبجكتيف مهم جدا، وده علشان يعرف انت مقدم على ايه اصلا ومقدم عندي ليه. هل ده موجود عندك؟ برضو لو مش موجود يا ريت تعدله ونرجع عشان نقدر نكمل السي في. تالت حاجه بقى بنبدا ان احنا نشوف هل الوظيفه محتاجه اكسبيرينس ولا لا. لو محتاجه اكسبيرينس يبقى انا بدخل ابص على الاكسبيرينس عندك. هل انت عندك خبره خاصه بالوظيفه بتاعتي ولا ما عندكش؟ ولو عندك انت قعدت في الخبره دي قد ايه وفين بالظبط؟ في حاله ان الوظيفه دي مش محتاجه خبره بنبص على ايه؟ لازم تبقى كاتب في السي في بتاعك اي كورسات او تريننج او اي حاجه تثبت للاتش ار ان انت تقدر تشتغل على التايتل ده من غير اكسبيرينس. يبقى احنا كده عندنا المفروض في كونتكست ظاهره عندك، اوكي، يبقى احنا كده هنكمل في اوبجكتيف، بعد كده الاكسبيرينس، ولو مش محتاجين اكسبيرينس بتبص على الكورسات والتريننج. تعالى اقول لك بقى على تip بسيطه. السكيلز اصلا هي اول حاجه بنسالها لما بنروح الانترفيو. احنا بقى بنمشي بنفس الترتيب ده لان هي ببساطه اولويات. بنبدا ان احنا نبص على اول حاجه لغايه ما نوصل لاخر حاجه. فلو احنا مش عاملين الحاجات بنفس الترتيب او ناقصنا حاجه من فوق فصعب جدا ان الاتش ار ينزل لغايه اخر حاجه في السي في. وكده نبقى عرفنا الترتيب الصح وايه اللي الاتش ار بيبص عليه كاولويات جوه السي في بتاعك.